تخيلوا إن في مرض ممكن يعدي سنين من غير ما يوجعك، وفجأة يضربك في قلبك أو يوقف دماغك أو يبوظ كليتك. المرض ده اسمه ارتفاع ضغط الدم. استنونا للنهاية علشان هنعرف أخطر 4 مضاعفات ممكن يعملها الضغط لو ما تعالجش. ومعانا النهاردة دكتور يسر الشافعي، استشارية القلب والأوعية الدموية. أهلاً بيك يا دكتورة. نبدأ الحلقة بسؤال مهم. في ناس كتير بتقول أنا عايش بالضغط من 10 سنين وما جراليش حاجة. إيه رأي حضرتك يا دكتور؟ دي أكتر جملة بسمعها في العيادة يا سهر، والحقيقة إن الضغط مش بيبان أذان النهاردة، لكنه بيشتغل في هدوء زي قنبلة موقوتة. خليني أحكي لك على 4 أماكن بيضربها الضغط لو اتساب من غير علاج. القلب، الموت الصامت. القلب بيتعامل مع الضغط العالي كأنه شايل وزن تقيل طول الوقت، بيكبر ويتضخم. في الأول تحسيه قوي، لكن مع الوقت بيتعب وينهار. مرة جالي مريض قال لي أنا طول عمري كويس، فجأة حسيت بدوخة شديدة وضيق نفس. طلع عنده تضخم في عضلة القلب بسبب إهمال الضغط. تدريب عملي للمستمع: لو بتحس بخفقان، ضيق نفس مع مجهود بسيط أو وجع في الصدر، ما تستناش. راقب ضغطك وسجله في كشكول كل يوم لمدة أسبوع، وشوف المتوسط. دي أول خطوة للحماية. وإيه المكان التاني يا دكتور؟ المخ، الصدمة المفاجئة. الضغط بيكسر شرايين صغيرة أو يسدها، النتيجة جلطة أو نزيف. عندي حالة كانت بتقول هو صداع بسيط وهيعدي. تاني يوم صحيت من النوم مش قادرة تحرك إيدها ولا رجلها، الجلطة ضربتها فجأة. تدريب عملي: أي صداع جديد أو دوخة جديدة أو فقدان توازن لازم يتاخد بجدية، ما تستهونوش. والكلى، العدو الخفي. الكلى عبارة عن شبكة أوعية دقيقة جداً، الضغط العالي يبوظها وحدة وحدة من غير ما تحس. فجأة تلاقي البروتين ظهر في البول، وبعدها المريض يدخل في مرحلة غسيل كلوي. فاكرة مريض عندي قال لي عمري ما حسيت إني مريض غير لما لقيت نفسي مربوط بماكينة الغسيل 3 مرات في الأسبوع. تدريب عملي: لو عندك ضغط اعمل تحليل بول سنوي، مجرد اختبار بسيط ممكن ينقذ كليتك قبل ما تفشل. والعين، الضربة اللي محدش متوقعها. شبكية العين أوعية دقيقة جدا، الضغط يسبب نزيف أو انسداد، والنتيجة زغللة أو فقدان بصر. كان في شاب صغير 35 سنة دخل العيادة بيقول لي أنا فجأة مش شايف كويس. لقينا السبب ضغط مهمل. تدريب عملي: لو عندك ضغط اعمل كشف عيون دوري. حتى لو شايف كويس، شبكية العين ممكن تبوظ من غير ما تحس. يعني باختصار يا دكتور، الضغط مش وجع راسي يتسكت عليه. بالظبط، هو قنبلة موقوتة. القلب، المخ، الكلى، العين، كلهم في خطر. لكن الجميل إن الحل مش معقد، متابعة بسيطة، التزام بالعلاج، وحياة صحية. يبقى نصيحتي لكل اللي بيسمعنا: لو ضغطك عالي ما تأجلش، روح اكشف، التزم بالعلاج وغير نمط حياتك. شكراً لحضرتك دكتورة يسر. ولو شايف إن الحلقة دي مهمة، اعمل لايك وشاركها مع اللي يهمك أمرهم. واشتركوا في القناة عشان تستنوا الحلقة الجاية اللي هنجاوب فيها على سؤال بيسأله ملايين: هل مريض الضغط يقدر يصوم؟